السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. النهاردة عايزين نقول حاجة مهمة اوي زي ما انتوا عارفين. بس قبل بقى ما اقول لكم، يا رب اتمنى من الله ان انتوا تدعموا قناتي، تشتركوا فيها وتشجعوني ان شاء الله، ولايكات كتير كده عشان قناتي تستمر باذن الله رب العالمين بفضل ربنا. ثم ايه، عايزه اقول لكم على حاجه حبيبي. العلف كطبيعه يعني في سموم، في نسبه سموم، مش ان هو هيموت الطيور يعني عشان الناس تفهمني صح، لكن معروفه ان العلف فيه نسبه سموم. طيب احنا عشان نحارب السموم دي نعمل ايه؟ لازم نحط بعض التحصينات. النهارده هنتكلم وهنقول على الاعشاب، وبكره مثلا عبال ما اجيب لكم الادويه، لاني انا ما بستخدمش ادويه زي ما قلت لكم. هجيب لكم ادويه للناس اللي بتحب الادويه، ان انا اقول لها ايه اللي هيفيدها من الادويه اللي هي طارده للسموم الموجوده في العلف، وده بيحافظ على صحه الطير. احنا لما بندي اعشاب مش بندي اعشاب ان احنا عايزين ندي اعشاب ونعمل فيديوهات وكل الكلام اللي انتوا عارفينه ده، لا. احنا بنعمل عشان للحفاظ على صحة الطير، ان هو يبقى معاك من اول يوم لاخر يوم باذن الله بصحة جيدة، وان هو يديكي انتاج كويس، ان الحكاية مش مستحملة اي خسائر. الاسعار والاحوال صعبة. نسبة السموم اللي هي موجودة في العلف دي أنا هعمل لها إيه؟ هعالجها إزاي؟ هتعالجيها بمنتهى البساطة. هتحطي النهاردة أعشاب. الأعشاب دي طاردة للسموم، بتحافظ على صحة الطير. إحنا يا جماعة مش بنجيبها كده، إحنا بنجيبها كمان من أماكن موثوق فيها. ليه؟ لأن العشب ده، الأعشاب دي لو هي مش متخزنة صح هيبقى ملهاش أي مفعول معاكوا نهائي. لازم تجيبي من مكان موثوق فيه، لان في ناس بتقول احنا بنجيب اعشاب وبنحط وما بتجيبش نتيجه، عشان كده احنا ما بنحبش نستخدمها. لا يا حبيبه قلبي، هاتي اعشاب من مكان موثوق فيه، في محلات كتيره جدا، وممكن اقول لك الاماكن لو كتبتيلي. العشب كمان لو كنا هنغليه فلازم نغليه في البايركس او البايركس او الاستانلس، لان الالومنيا يا جماعه بتتفاعل مع العشب فبتضيع فايدته. بس عشان ناخد حتى لينا احنا كبني ادمين، لما بنيجي نغلي الاعشاب ونقول يا جماعه خدوا اعشاب احسن من الادويه، الادويه يقول لك لا ما بتجيبش نتيجه. اقول لك ما بتجيبش نتيجه ليه؟ لان لما سالت بعض الناس الا ما رحم الله قالوا ان احنا بنغليها في الالومنيا، فالالومنيا بتتفاعل مع العشب بتفسد مفعوله، فعشان كده ما بتجيبش نتيجه. تمام كده حبيبتي؟ طيب الاعشاب اللي هقول لكم عليها النهارده دي طارده للسموم، تحافظ على صحه الطير، مفيده جدا جدا كمان في الحر اللي احنا فيه. اول حاجه هتعمل حطي طبعا ادي العلف وادي فول الصويا. انا اساسي احب احط فول الصويا للطيور، لانه هو بروتين عالي جدا 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 ومفيد ومغذي وكمان ارخص من العلف. طيب احط الكركم. الكركم من الحاجات المهمة قوي اللي هي طاردة للسموم وبتحافظ على صحة الطير ورفع للمناعة. اتمنى من الله ان انتوا فعلا تجيبوا الحاجات دي. الجنزبيل، والجنزبيل ده يا جماعة من الحاجات المهمة جدا اللي انا احب احطها للطيور. الجنزبيل زي ما قلت لكم انه مذكور في القرآن، صحي جدا، مفيد، رافع للمناعة، بيحافظ على صحة الطير، بيوقي من امراض كتيرة جدا جدا جدا. انا بحب احط حبة اليانسون ناشفين وكمان مغليين. ناشف ليه؟ احب ينقروا فيها كده. الحاجة دي كمان انت عارفة لما احنا بنسف شوية كده صحي جدا، احب احطه له بنقره فيه مع الكركم يا جماعة. من الحاجات المهمة جدا اللي بتحافظ على صحة الطير وطاردة للسموم. الحاجات اللي بقول لكم عليها دي، واهمها بقى اهمها البصل. انا من غير ما اقول لك، ولو انا نسيت اقول لك كلمة بصل اعرفي ان انا حاطة بصل.
ليه؟ لان البصل واقي جدا ومضاد حيوي وطارد للسموم ومفيد جدا لجميع الطيور. يبقى انا عملت الخلطة دي طاردة للسموم، بحطها مع العلف، ودي صحية جدا تحطيها لطيورك بالصلاة على النبي. ده عشان تحافظي على صحة الطير. طيب بس كده؟ اقول لك لا، هتحطي بقى في رتل المية معلقة شاي صغيرة خل مطهر جدا، مطهر معوي، طارد للسموم، بيسيح الدهون، مفيد جدا 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 لصحة الطير. عارفة قبل ما تذبحي الطيور بتاعتك، مثلا لو انت ان شاء الله هتذبحي حاجة بكرة، النهاردة تكوني حاطة خل في المية، هي معلقة شاي خل في رتل المية. ليه بقى يا بنتي يا بطل؟ لأنها بتسيح الدهون وبتطهر لحم الطير، تيجي تاكليه تلاقيه مسكر كده. وكمان تكوني عاملة مشروبين قبل ما تذبحي، لو انت ما عملتيش طول الفترة اللي احنا بنتكلم فيها. مشروب البنجر بالجزر تعملوه لهم، ومشروب الحلبة بالعسل. قسما بالله هتاكلي لحم ما حصلش وهتدعيلي لو استمريتي على الوصفتين دولت. بصي، خيال. اتمنى ان انتوا تعملوا وصفاتي ده علشان نحافظ على صحة الطير، لان يا جماعة العلف فيه نسبة سموم، واحنا بنحط دي عشان نقي الطيور من اي امراض. نحط بقى الوصفة بتاعتنا لكتاكيتنا حبايبنا. صلاة على النبي، صلاة على النبي، صلاة على النبي، صلاة على النبي. يا حبايبي يا حبايبي يا حبايبي، كلوا بقى يا عاسل. كده تبقى انت حافظتي على صحة طيورك، وربنا يا رب يهدي حالنا ويبعد عننا جميعا الشر، ويرزقكم من وسع، اللهم امين. واسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.